سنة 1966 كان في طيارة اللي هي كانت أهم طيارة متطورة في الوقت ده، وهي ميج 21. كانت سلاح في إيد مصر وسوريا والعراق، إذ فجأة في يوم الطيارة تختفي من على الرادار. الطيار عراقي والطيارة سوفيتية الصنع، والواجهة سر. كارثة طبعا، لكن في النهاية الكارثة ما كانتش للعراق بس، لا، دي كانت للعرب كلهم. طيب الكلام ده حصل ازاي؟ وايه النتيجة من العملية دي؟ ومين اللي وراها؟ تعال بقى نحكي الحكاية من الأول خالص، حكاية الجاسوس العراقي منير روفة. سنة 1963 ولما استلم مائير عميد رئاسة الموساد، السوفييت زودوا العرب بسلاح طيران خطير جدا، وهي طيارة ميج 21، أخطر طيارة في الوقت ده، وكانوا عاملين إجراءات أمنية صعب جدا حد يخترقها. وعلشان كده كان في غموض وفضول كبير سواء من أمريكا أو إسرائيل عن قدرة الطيارة دي، وحاول الموساد يخترقوا الحاجز الأمني المعمول حواليها، ولكن فشلوا. الموساد قال لك لا، احنا لازم بقى نتحرك بسرعة بدل القلق اللي احنا فيه ده. طيب يعملوا ايه؟ قال لك ايه؟ نعمل خطة. وفعلا ابتدوا يخططوا ازاي يوصلوا لأسرار الطيارة دي. الموساد والمخابرات الأمريكية كانوا عايزينها سليمة وشغالة، والعملية دي تكون بأقل خسائر وأكبر مكسب. فكان قدامهم كذا خطة يشتغلوا عليها. اللي هم ايه؟ أقول لك أنا. الخطة الأولى، قالوا نعترض لطيارة مصرية ولا سورية ونجبرها تنزل على إسرائيل. والخطة دي طبعا كانت فاشلة. ليه بقى؟ لأن ما كانش في طيارة تقدر تكون بقوة وإمكانيات الميج 21، وبالتالي صعب جدا يعترضوا طريق الطيارة. والخطة التانية هي زرع عميل طيار في أي قوات جوية سواء مصر أو سوريا أو العراق. برضو الخطة دي كانت فاشلة، لأن مش مضمون يدخلوا جاسوس لغاية ما يتقبل في القوات الجوية، والعملية دي هتاخد وقت طويل جدا. طيب والخطة التالتة كان تجنيد طيار عربي ويجروا رجله للخيانة من خلال الفلوس، ويخلوه يهرب بالطيارة على إسرائيل عدل. ودي الخطة اللي كانت أقرب للتنفيذ، ولكن المهمة برضو ما كانتش سهلة، تكاد تكون مستحيلة. وللعلم حاولوا فعلا ينفذوا الخطة دي سنة 1961 من خلال الجاسوس جان ليون توماس الأرميني الأصل، إنهم يخلوه يجند طيار مصري ويهرب بالطيارة لإسرائيل مقابل $1,000,000. انت عارف مبلغ $1,000,000 في الستينات قيمتها قد إيه؟ ولكن الجاسوس توماس فشل، وجاسوس تاني وهو فولفجانج لودز أو جاسوس الشامبانيا اللي توغل في المجتمع المصري ووسط علية القوم وضباط الجيش من خلال نادي الفروسية اللي عمله، وبرضه فشل في تجنيد طيار مصري. وإيلي كوهين اللي كان جاسوس في سوريا ومن أشهر جواسيس إسرائيل، وبرضه فشل إنه يجند طيار سوري. وكل دول إحنا طبعا اتكلمنا عنهم قبل كده، وزي ما أنت عارف كلهم اتقبض عليهم واتحاكموا. طيب عارف ليه بقى فشلوا في تجنيد طيارين؟ لأن الطيارين المصريين والعرب كانوا دايما ليهم ميزات عالية جدا ومرتبات كبيرة وحياتهم مستقرة، فكان صعب جدا يقنعوا طيار عربي ويجندوه لحسابهم. بس اهو قالك ندور ونحاول، ودينا بنجرب. المهم وقتها، او خلينا نقول تقريبا سنة 1961، كانت اسرائيل بتعاني من فشل كذا عملية مخابراتية وسمعت اعلاميا، كانت كذا خبطة ورا بعض، وكان لازم يردوا اعتبارهم اولا للداخل قبل الخارج. الموساد وقتها اشتغل من نار على تجنيد طيار لطيارة ميج 21، الطيارة الخطيرة اللي مجنناهم دي. وابتدى الموساد والمخابرات الأمريكية الشغل على الأرض، حضروا كشوفات بأسماء الطيارين العرب اللي بيقدروا يتعاملوا مع الطيارة اللي هي الميج 21، وفلتروا القايمة دي على حسب نقط ضعفهم ومين اللي يقدروا يدخلوا له من خلالها، لغاية ما وصل اختيارهم ل4 طيارين من العراق. نقيب طيار شاكر محمود يوسف كان سلوكه مش تمام وعلى طول مقضيها سهرات مع فتيات ليل، والتاني كان الملازم أول طيار حامد الضاحي وكان متدين ومتعصب جدا، والتالت النقيب طيار محمد غلوب، وطيار رابع وهو طيار عراقي برتبة رائد اسمه منير روفة، وهو ده اللي كان في أول قائمة التجنيد تحت كود العملية 007. طيب اشمعنى منير روفة؟ أولا لأنه مسيحي وممكن اللعب على اضطهاد الأقليات، وتاني حاجة إنه كان ضعيف شوية من ناحية الستات برضه.
طيب في السريع كده، مين بقى هو منير روفة؟ اسمه يا سيدي منير جميل حبيب روفة. اتولد في بغداد وتحديدا في الموصل لعيلة مسيحية معروفة سنة 1934، وترتيبه كان الابن الثاني وسط 9 اخوات، ووالده كان موظف بسيط في وزارة الزراعة وطردوه بسبب قضية رشوة. وانضم منير للقوات الجوية وكان برتبة نقيب، واتجوز كمان وكان ليه ولد وبنت، ونقط ضعفه كانت واضحة جدا. طيب السؤال المهم، يجندوه برضو ازاي؟ سنة 1965 الموساد جات له برقية من مدير جهاز المخابرات الأمريكية بيقول له إن في طيارين الميج 21 اللي هم العرب هيعملوا دورة تدريبية في أمريكا، والمطلوب هو التنسيق ما بينهم علشان يبتدوا عملية التجنيد. وفي خلال وجودهم في أمريكا حاولوا مع الطيار الأول اللي هو النقيب شاكر يوسف، وتم تصفيته في ظروف غامضة. بسبب إيه؟ بسبب انفعاله على واحدة من إياهم وهي بتجره للتجنيد وضربها بحزام بنطلونه، كانت هتبقى فضيحة. ومحاولة الطيار الثاني والثالث برضه فشلت، وما كانش قدامهم غير الطيار الرابع وهو منير روفة. طيب الموضوع ابتدى ازاي؟ الطيار النقيب منير روفة راح حفلة، يعني حفلة في نادي، وتعرفت عليه ست إنجليزية اسمها باربرا، وكانت باربرا دي زوجة رجل مهم كان مدير مجموعة النفط العراقية. والصراحة الست دي كانت راس حربة وقاعدة للمصالح البريطانية اللي هو في العراق طبعا، بالبلدي كده صاحبة وكر للجواسيس. المهم اتطورت علاقة منير روفة وباربرا عاطفيا، وكان ليهم مقابلات كتير في أماكن عامة وخاصة، وصوروه يعني صور ايه مش تمام كده. وغير الصور سجلوا له كمان كلام يعني كتير وهو بيشتم في القيادات السياسية وقياداته شخصيا، كلام كان يوديه في داهية مستريح. المهم كان منير روفة بسبب إحساسه بالاضطهاد المزعوم، مع إن الحقيقة على فكرة ما كانتش كده، بس الدنيا كانت متأصلة قوي جواه. حب قال إيه يعني هو اللي يستغل علاقته بباربرا علشان تساعده بعلاقات جوزها. طلب منها إنه يسافر على لندن أو الولايات المتحدة الأمريكية، أي حاجة فيهم، ويستقر هناك. وفعلا عرفته على جوزها اللي كان ليه علاقات كتير جدا، ورحب بيه وطمنه إنه هيساعده فعلا. وقد كان اتفقوا على خطة هروب، إنه الأول يقدم على أجازة مرضي من شغله يعني بحجة مرض مراته الطويل، ويهربوه بجواز سفر مزور على بريطانيا، وينقل أفراد عيلته للشمال علشان سهل يهربوهم على إيران اللي كانت وقتها تحت حكم رضا بهلوي اللي هو كان صديق مهم جدا لإنجلترا. وإيران هتقوم بقى وقتها بحمايتهم كلاجئين وتوديهم على بريطانيا، ومنهم كلهم يروحوا على أمريكا. دي بقى الخطة اللي اتفقوا عليها. بس إيه بقى اللي حصل فعليا؟ اللي حصل فعليا كان حاجة غريبة جدا، انه في الوقت المحدد خدروه فين؟ جوه الطياره، وبدل ما يروح على انجلترا ودوه على فين؟ على تل ابيب. والموساد طبعا استجوبوه ولعبوا نفسيا بيه، وفي الوقت المناسب هددوه بالصور اللي كانت مع باربرا، وسمعوه كمان التسجيلات الصوتيه اللطيفه اللي كان بيتكلم فيها كلام مش تمام. والصراحه اتصدم، لانها فعلا هتدمر مستقبله كطيار، وحرفيا مش هيقدر يعيش في العراق تاني. ولكن ادوله خيار تاني يخرجوا من الورطه دي، انه يتعاون معاهم ويهرب بالطياره الميج 21، وهم هيساعدوه على كده وهيأمنوه وهيأمنوا عيلته كمان، وهيدوله فلوس كتير تعيشه مرتاح بقية عمره. ما كانش قدامه من وجهة نظره غير انه يوافق. ده في صور وتسجيلات بصوته، ولو وقعت في ايد الاجهزه الامنيه العراقيه مش هيرحموه. ورجع العراق وابتدى يحط خطه لتنفيذ المهمه. بعد شهور اتنقلت افراد عيلته من بغداد للموصل، ومنها للمناطق الكردية اللي حدودها مع إيران. الفكرة بقى إن الطيار منير روفة بعد سفر عيلته لإيران كان في حال عصبية شديدة جدا، كان خايف على مصيره ومصير عيلته لو اتفضح. لكن وقتها محدش خد باله للتغيير ده كله. وفي يوم 16 أغسطس سنة 1966 الساعة 8 إلا ربع الصبح كان في تدريب دوري في العراق بطيارات الميج 21 من قاعدة رشيد اللي في بغداد، وكان ضمن فريق التدريب في اليوم ده هو الطيار الجاسوس منير روفة. ولقى إن هي دي الفرصة علشان تتم العملية، وفعلا منير روفة ركب طيارته، وأول ما طلع بالطيارة
الطيارة انحرف عن باقي الطيارات في سرعة غريبة ووصل للحدود الأردنية، وفجأة طيارتين من الأردن حاولت تلحقه، بس طبعا ولا الهوا، فرق سرعة وارتفاع طبعا، وراح محود بسرعة على البحر الميت ومنها لحدود إسرائيل. رصدته 3 رادارات إسرائيلية، ولكن جات لهم التعليمات إنهم يسيبوه ويأمنوا دخوله للأجواء الإسرائيلية بطيارات اللي هي طيارات ميراج، لغاية ما نزلت بأمان في القاعدة الجوية الإسرائيلية طيارة ميج 21 بكامل تسليحها. للأسف يعني استقبلوا عزرا وايزمان اللي هو كان قائد سلاح الجو وقتها، وراح منير روفا اداله كمان التحية العسكرية في وسط كبار قادة إسرائيل اللي رحبوا بيه ترحيب كبير جدا ووعدوه بعيشة مرتاحة هو وأهله كلهم في إسرائيل. وكان طبعا أول حاجة سأل عليها منير هو عيلته. وننتقل بقى لناحية تانية وهي عيلته. أول ما وصل منير للكيان، الموساد بلغ عيلة منير بالعملية كلها، ومش عايزة أقول لك بقى على الصدمة اللي حسوا بيها وقتها. مراته صرخت وأمه كانت هتروح فيها، ولكن الوحيد اللي حس إن اللي حصل ده ضربة حظ، عارف مين بقى؟ أبوه، صحيح ابن الوز عوام. المهم كلهم أصروا إنهم يرجعوا على العراق تاني، بس الموساد خوفهم إن أكيد المخابرات في العراق مش هتسيبهم بعد اللي حصل ده، وبلغوهم إنهم لازم يسافروا على تل أبيب حالا. مراته أصرت إنها تكلم منير روفا بالتليفون، مش عارفة تتصرف إزاي في موقف زي ده، ولا عارفة تفكر أساسا من الصدمة. كل اللي عملته أول ما سمعت صوت منير روفا إنها صرخت فيه وهات يا لوم وعتاب وخناق معاه، وادته كلام حقيقي يوجعه، لدرجة إنه ارتبك جدا وتوتر. وهو برضه هقول لك حاجة، أكيد وقتها نفسيا ما كانش مظبوط قوي. قفلت معاه، وللأسف الموساد أخدهم كلهم على الطيارة لإسرائيل. القادة في إسرائيل حاولوا يعني يطمنوه بالبلدي كده، يغيروا موده شوية، وقالوا له بص بقى يلا يا بطل، في مؤتمر صحفي دلوقتي العالم كله هيشوفه. بس طبعا وقتها كان منير في حالة ما تسمحش أبدا بأي لقاءات، وخصوصا إنه كمان في قرارة نفسه عارف إنه طلع ولا نزل هو مجرد خاين لبلده، ولكن كان لازم المؤتمر ده يتعمل. مصلحتهم في إسرائيل كانت الأهم برضه، ومع الأسئلة الكتير في المؤتمر ارتبك وتوتر وبان عليه وكانت مشكلة. فقادة إسرائيل اضطروا يخلوه يمشي من المؤتمر ده، وهم ردوا على الأسئلة اداله واتكلموا على لسانه إن منير روفا هرب من جحيم اضطهاد الأقليات في العراق وطلب اللجوء لإسرائيل اللي بتحترم العقائد كلها، أي كلام بروباجندا اللي متعودين عليه ده. وأعلنوا إن الطيارة هيتم الكشف عن أسرارها بالاشتراك مع المخابرات الأمريكية، وهيطوروا عليها كمان، وبكده إسرائيل هيكون عندها أهم سلاح طيران في الوقت ده. المهم وصلت عيلته لإسرائيل وقابلوا منير روفا، وهم طبعا غضبانين ومصدومين وبيتخانقوا مع منير. في نفس الوقت اتصرف ليه $1,000,000 بحالها ووصلوه لفيلته في إسرائيل، وكانت فيلا جميلة جدا هو اختارها بنفسه. ولكن عيلته وقتها رفضت تاخد جوازات سفر إسرائيلية، غير إنه ما كانش بيتعامل بشكل كويس مع اللي حواليه ولا عارف يندمج في المجتمع الإسرائيلي. ليه بقى؟ لأنه في نظر اللي حواليه خاين يعني، واللي خان بلده ملوش أمان. أي حد هيفكر كده. قعدوا 3 سنين هو وعيلته في إسرائيل، بس ما قدروش يتكيفوا أبدا في المجتمع ده، والموساد قرر يغير هويتهم وسافروا كلهم على كندا. وقال عنه مائير عميت اللي هو رئيس الموساد الأسبق إن منير روفا ظل يشعر بالخزي وتأنيب الضمير حتى توقف قلبه ومات. مات سنة كام؟ سنة 1998، وجاب العار لنفسه ولعيلته لعقود قدام. طبعا بعد ما إسرائيل وأمريكا عرفوا أسرار الطيارة دي وعدلوا عليها كمان، كانت من أهم أسباب نكسة 1967. تخيل. بعد كده اتعملت قصته الفيلم تلفزيوني أمريكي محدود كده اسمه ستيل ذا سكاي، ده كان سنة 1988. ولكن طبعا كالعادة كان في مغالطات كتير جدا، وده الطبيعي في رواية العدو. مات منير روفا بعد ما شاف الذل والإحساس بالدونية من القريب قبل الغريب. دي نهاية طبيعية جدا لأي جاسوس خاين، اللي مهما يعمل ومهما كسب هتلاقي العار بيطارده في كل حياته. وخلصت حكايتنا النهاردة، حكاية الطيار الجاسوس اللي خان العهد وباع وطنه وباع العرب كلهم بطيارة. نتقابل قريب وحكاية جديدة من حكايات الجواسيس.